على اعتبار أن المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش سبق له تدريب المنتخب الوطني ل3 سنوات، وقبلها كان مدربا للكوت ديفوار لمدة سنتين، فإن البوسني تحدث عن مباراة الدور الربع النهائي من كان غينيا الاستوائية التي ستجمع المنتخبين يوم الأحد، معتبرا إياها بالنهائي قبل الأوان، ومرشحا الجزائر بقوة للفوز والتتويج بالكأس الإفريقية الثانية في مشوارها. حليلوزيتش فسر قوة المنتخب الوطني في حوار لمجلة لوبوان أفريك في تلاحم المجموعة ومحافظتها تقريبا على نفس العناصر التي برزت بشكل لافت في المونديال تحت إشرافه. لهذا قال إن الجزائر خرجت منتصرة في الدور الأول من مجموعة الموت وستقول كلمتها في الكان. وعن غياب ديدي دروغبا عن صفوف الفيل الإيفوارية، أوضح حليلوزيتش أن الفرصة قد تكون مواتية لجيرفينيو أو بوني ليحمل المشعل ويكون النجم والقائد المستقبلي للفيالة.